السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم بشرى. كشف وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم حقيقة خلاف البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الخضر مع ثلاثي الفريق. وغاب رياض محرز ويوسف بالليلي وإسلام سليماني عن خيارات بيتكوفيتش الأخيرة. وقال صادي عبر الإذاعة الجزائرية: موضوع غياب رياض محرز عن آخر معسكر للمنتخب أثار الكثير من الجدل. وأضاف: وأكد للجميع أنه لا توجد أي قضية في المنتخب الوطني اسمها محرز أو بالليلي أو سليماني. بيتكوفيتش يتبع جميع اللاعبين وله حرية التصرف في تأدية مهامه. وتابع: لا يمكن أن أتدخل في مهام المدرب بيتكوفيتش، هذا ليس من صلاحيتي، بل نحن نحاسبه على النتائج المحققة. وكانت نهائيات كأس إفريقيا بكوت ديفوار آخر ظهور لجناح أهلي جدة مع محاربي الصحراء وقلب منتخب الجزائر الطاوي على منافسة أوغندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية.